السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اعملي فراخ كنتاكي في البيت، هتلاقيها شبه الجاهزة قوي، وهتلاقيها طبعا أوفر من بره كتير جدا، وأهم حاجة إنها تكون مضمونة. يلا بينا نشوف الطريقة. اول حاجة هنغسل الفراخ، والطريقة دي هتلاقيها مضمونة جدا وهتطلع لك الفراخ ريحتها حلوة قوي، ما فيهاش اي زفارة نهائي. هاتي بولة حطي فيها مية وحطي فيها سكر وحطي فيها ملح وخل وقرنفل وعود قرفة، وحطي الفراخ فيها. بعد كده طلعيها وصفيها كويس قوي. هنا بعد ما تصفت بيها في الطبق لوحدها، وهاتي بولة حطي فيها 3 كوبايات من اللبن، وارجعي للفراخ تاني. هيحطي عليها معلقتين كبار من الثوم المفروم، عليها ملح وفلفل اسود وثوم بودر وبصل بودر وزعتر وحبيبتي البابريكا المدخنة وجنزبيل او زنجبيل وربع معلقة من الشطة وبودرة مرقة، وقلبيها بقى البهارات مع الفراخ كويس قوي. وهنا حاجة نسيت اقولها، الفراخ انا كنت غرزاها كده بالسكينة عشان تستوي معايا كويس قوي، عشان ما تبقاش نية معاكي. هاتي السكينة وافتحيها فتحات كده صغيرة من فوق عشان تستوي معاكي. وبعد كده بقى حطيتهم في اللبن وهدخلهم التلاجة، واسبيها في التلاجة مدة ما تقلش عن ساعتين على قد ما تقدري تسبيها عشان تشرب التتبيلة كويس قوي. وهاتي طبق حطي فيه دقيق، دي بقى خطوات التحمير، وحطي فيها نفس البهارات اللي انت كنت حطاها على الفراخ، وقلبي البهارات مع الدقيق كويس قوي. وهاتي بولة في مية ساقعة، وطلعت الفراخ من التلاجة وصفتها من اللبن وحطيتها في الدقيق، بعد كده في المية الساقعة، بعد كده رجعتها تاني الدقيق. دي الحركة دي ان انا احطها في المية وارجعها في الدقيق كذا مرة، دي بتساعدني ان الفراخ تكون مقرمشة اكتر. بحطها في الدقيق وارجعها في المية الساقعة، بعد كده الدقيق، وهكذا كذا مرة عشان تكون مقرمشة معانا. ويفضل انا بحطها في الدقيق وفي الاخر خالص نفضها من الدقيق، تقعدي تنفضيها كده من الدقيق لحد ما تخليها زي دي، ما يكون قدامك كده زي ما يكون متدرج بالتدريج. والافضل كمان ان انت تجيبي مصفى وتقعدي تهزي المصفى جامد لحد ما الدقيق ينزل منها. الطريقه دي افضل لما تقعدي تهزيها بايدك، حطيها في مصفى افضل. زي ما انتوا شايفين مفيش حاجه صعبه خالص، وهي سهله وبسيطه ومقاديرها تقريبا عندنا كلنا. ودي بفخدين 2 بس، يعني مش مكلفة خالص. انت بتجيبي الفخد وتقسميه بالسكينة من ناحية الزاوية كده بتاعتها، وتقومي قسماها نصين. وبجد جربي طريقة التنظيف بتاعتها، ان انت تنقعيها في مية وسكر وملح وخل وقرنفل وعود قرفة. هاتي بقى الحاجة اللي انت هتسوي فيها الفراخ وحطي فيها الزيت، وما تنزليش فيها الفراخ الا لما تتأكدي ان الزيت اتقدح معاكي كويس جدا، وقتها نزلي الفراخ بتاعتك وسيبيها شوية، ما تقعديش تقلبي فيها بحيث ان الطبقة اللي تحت تتحمر كويس، وما ترجعيش تقلبيها تاني. تتحمر من تحت كويس، بعد كده ابقي اقلبيها بالمعلقة زي ما انتوا شايفين. موضوع مفهوش صعوبة خالص، وما تقلقيش هتطلع مستوية معاكي. انا طلعتها في المصفى، صفيتها من الزيت نهائي، ما تسيبوش الزيت فيها. ويفضل كمان تطلعوها على مناديل مطبخ، بس للاسف ما كانتش عندي وقتها. وما عندكيش مفيش مشاكل خالص، بدل عندك المصفى صفيها كويس قوي من الزيت بحيث ما تبقاش طريه معاكي. الزيت هيخليها طريه لو صفيتيها كويس او حطيتيها على مناديل مطبخ، هتطلع مقرمشه زي ما هي، وتاكليها بالف هنا وعافيه. ما تكسلوش وجربوها وهتعجبكم قوي قوي قوي. الصوره دي الفراخ اللي انا عملتها معاكم في الفيديو، دي كنت عاملاها بقى قبل كده. بجد الاتنين كانوا احلى من بعض، جربوها وان شاء الله هتعجبكم.
واتمنى الفيديو يكون عجبكم وما كنتش طولت عليكم. باي باي.